ولا زينة الدنيا ولا الكلام ده كله، لم يتأثر بذلك كله. لماذا؟ لأنه يحب الدين. إذا أحب العبد الدين خرج من قلبه حب كل شيء في هذه الدنيا، ولا قلبك يبقى في حاجة من أمور الدنيا. إذا أنت حبيت الدين بانضباط بصح، حبيت الدين يبقى عملت من أجل الدين، حبيت الدين يبقى أقمت الدين في حياتك، لأن هذا الدين أمر قوي جدا، وأنت لا تكون قويا إلا بالدين. ولذلك كل أهل المعاصي ضعفاء، كل أهل الذنوب فقراء، كل أهل المعاصي جياع، مش جياع فلوس ولا جياع أكل ولا شرب، لا، ولكنهم محتاجون، مرضى، هلكة، ضيعين، ليس لهم مسار يسيرون عليه. أما أهل الدين فلهم هدف، لهم مبدأ، لهم قيمة، لهم وزن. خلي بالك من الكلام ده، لأن في ناس هتيجي في الآخر لهم في الدنيا وزن كبير قوي، لكنهم لم يحترموا دينهم ولم يحبوا دينهم. في الآخرة ما لهمش وزن، ما فيش أعمال تتوزن عندهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية في سورة الكهف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، مين هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ هو مش فاهمين حاجة. هو فاكر ان هو محتاج يتجوز واحدة جميلة قوي، بنت ناس قوي، ابوها يكون شغال ما اعرفش فين، وامها فين، وخالها فين، وعمها فين، عيلة يعني ستايل، يعني الكلاس زي ما يقولوا الجماعة القرن قوي، اللي مش عارف عايز ايه، عايز عربية من احدث ما يمكن، عايز مش عارف فيلا، لا عايز يعمل عمارة، لا عايز يعمل شركة كبيرة، لا عايز يعمل مش عارف، عمل ده كله يقول لك سبحان الله انا راضي عن نفسي. تمام، راضي عن نفسك ليه؟ يقول لك الحمد لله انا عملت شركة وبنيت فيلا وانا قاعد فيها كويس، والحمد لله انا قاعد في مستوى كويس، وعلمت عيالي تعليم كويس، والحمد لله عملت كل عيل من عيالي فيلا، والحمد لله الموضوع خلاص بقى مرتاح. يا سلام، انت كده تمام؟ تمام. فين بنته بقى؟ مش عارف سهرانه فينا حته. فين ابنه بقى؟ مش عارف مسكوه في الحته الفلانيه. هو فين؟ هو البني ادم عنده 70 سنه قاعد يبصبص على اللي راحه واللي جايه. زوجته فين؟ حته قاعد تتكلم في التليفونات. هو راضي بقى عن نفسه. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خلي بالك، هو فاكر انه بيعمل حاجه حلوه، لان كل الاعمال دي بدون حب الدين ملاش قيمة.